مرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو هيفي اف ام. أنا سيران أحمد، سأقدم لكم حلقة جديدة من دنيا تيك. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، سلسلة هواتف جالكسي A القادمة ستضم مستشعرات بصمات الأصابع. لقد تم رصد خلفاء جالكسي A3 وجالكسي A5 وجالكسي A7 في العديد من الأماكن على شبكة الإنترنت، وكان آخر هذه الأماكن موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. وعلاوة على ذلك فقد حصلنا على مجموعة من الصور المسربة الواقعية لهذه الهواتف الذكية، والتي تستعرض لنا كيف سيكون تصميم سلسلة هواتف جالكسي A سيريز القادمة من شركة سامسونج. الآن نحن هنا مع تغريدة جديدة من الصحفي الشهير في المجال التقني أنوني موناكو، والذي أشار في هذه التغريدة إلى أن سلسلة هواتف جالكسي A سيريز القادمة ستضم على الأرجح مستشعرات بصمات الأصابع. وبما أن جميع هواتف سامسونج الحالية التي تدعم مستشعرات بصمات الأصابع تضم هذه الميزة في الزر الرئيسي، فليس هناك سبب يجعلنا لا نتوقع قدوم سلسلة هواتف جالكسي A سيريز الجديدة بدورها مع مستشعرات بصمات الأصابع في الأزرار الرئيسية الخاصة بها. وعلاوة على ذلك فالصور المسربة التي حصلنا عليها في الفترة الماضية لا تظهر لنا أي مستشعرات لبصمات الأصابع في الواجهة الخلفية. وبالنظر إلى أن سلسلة هواتف جالكسي A سيريز ستضم مستشعرات بصمات الأصابع وستدعم تقنية NFC، فهناك احتمال كبير أن تكون هذه الهواتف الذكية متوافقة مع خدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة سامسونج باي، نظرا إلى أنه يتم استخدام مستشعرات بصمات الأصابع للتحقق من هوية الشخص الذي يرغب في إجراء عملية الدفع عبر هذه الخدمة. وأيضا في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، تحديث جديد للساعة الذكية سامسونج جير S2 يجلب معه ميزات جديدة. قامت شركة سامسونج مؤخرا بإصدار تحديث جديد للساعة الذكية سامسونج جير S2، وقد بدأت عملية إصدار هذا التحديث لهذه الساعة الذكية في كوريا الجنوبية على الأقل في الوقت الراهن. ويقال بأن هذا التحديث الجديد يجلب معه ميزات جديدة، كما أنه يقوم بتحديث بنية النظام إلى البنية رقم R732XXU2BOKF. واحدة من الميزات الجديدة التي تم تضمينها في هذا التحديث الجديد نجد ميزة Auto Open Apps، وكما يوحي اسمها فهي تقوم بفتح التطبيقات تلقائيا عند التوقف عن تدوير الإطار القابل للدوران للساعة الذكية سامسونج جير S2. وهناك أيضا ميزة جديدة أخرى تدعى Vibrate When Disconnected، والتي تتيح لك معرفة ما إذا تم انقطاع الاتصال بين ساعتك الذكية وهاتفك الذكي. هذا التحديث يجلب معه أيضا بعض التغييرات على التنبيهات، وهناك الآن تغير في مؤشر التنبيهات، كما أن نص التنبيهات أصبح كبيرا أيضا. كما سبق وأشرنا فقد تم إصدار هذا التحديث في كوريا الجنوبية فقط، وينبغي أن يتم إصداره في البلدان الأخرى في المستقبل القريب.